الفيلم بيبلش مع كونغ في عالمه بجوف الأرض وبنشوف وحوش برية بتطارده. كونغ بيستدرجهم بذكاء لطرف الجبل وهناك بكون عاملين لهم فخ، وكونغ بيمسك جثة واحد فيهم وبقسمه نصين واللي ضلوا بيخافوا وبهربوا. بعدها بنشوف كونغ قاعد لحاله زهقان من الوحدة، والمشكلة الأكبر إنه سنه كان بوجعه، بصرخ من الوجع وبفكر إنه سمع صوت غوريلا ثانية، فبنط فورا باتجاه الصوت متحمس، بس بيطلع إنه حيوان صغير بيقلد الأصوات فبصيبه الإحباط. بنفس الوقت على سطح الأرض وتحديدا بإيطاليا بيظهر وحش عنكبوت عملاق وبيبلش يدمر بالمدينة. جودزيلا بحس فيه وبيطلع من المحيط وبدخل معاه بمعركة. طبعا جودزيلا أقوى منه بكثير وبخلص عليه بشعاع تاعه بكل سهولة. بهاي الفترة بكون جودزيلا هو حامل بشر، وأي وحش بيطلع على الأرض بخلص عليه بسرعة. بجوف الأرض بقاعدة شركة موناراك، الموظفين اللي براقبوا كونغ بتوصلهم إشارات غريبة من منطقة مجهولة مش قادرين يفهموها. بيبعتوا هاي الإشارات للدكتور أندروز المسؤول عن أبحاث كونغ. أندروز بتفكر تبعت فريق يستكشف مصدر الإشارات، وبتروح تطمن على جودزيلا بتلاقيه نايم بإيطاليا بعد ما خلص على العنكبوت. بعدها منشوف جيا البنت اللي تبنتها أندروز واللي كونغ أنقذها زمان، بتكون بالمدرسة وفجأة بتجيها رؤية غريبة وبترسم كل إشي شافته بالرؤية غصبا عنها. المديرة بتستدعي أندروز وبتحكي لها إنه تصرفات جيا غريبة ودايما منعزلة. أندروز بتحاول تحكي مع جيا وجيا بتعترف لها إنها قلقانة على كونغ ومش قادرة تتأقلم مع الناس لأنه أهلها وقبيلتها ماتوا كلهم. بالليل أندروز بتكتشف إنه رسومات جيا بتشبه الإشارات اللي أجتهم من جوف الأرض. بنفس الوقت وحش غامض بدمر كل أجهزة المراقبة بقاعدة مونوراك اللي بجوف الأرض. ثاني يوم أندروز بتروح لصديقها بيرني وبتورجيه الإشارات والرسومات عشان يساعدها بحل اللغز. بنفس الوقت بيجيهم خبر إنه جودزيلا صحي من نومه لأنه حس بوجود وحش جديد، والمفاجأة إنه كونغ كمان بيطلع من جوف الأرض. جيا بتتواصل مع كونغ وبتعرف إنه طلع لأنه بتوجع من سنه. أندروس بتجيب دكتور بيطري اسمه ترابر وبخلع له السن اللي بوجعه وبركب له بداله سن حديد. بيرني بيكتشف إنه الإشارات هاي مش من وحوش، هاي إشارات استغاثة من بشر عايشين بجوف الأرض، وإنه حركة جودزيلا أكيد إلها علاقة بالموضوع. أندروس بتقنع مديرتها تسمح لها تاخد فريق وتنزل لجوف الأرض عشان تشوف القصة، وجيا بتصر إنها تروح معها. الفريق بيركبوا الطيارة بروحوا على جوف الأرض برفقة كونغ. لما بوصلوا بلاقوا القاعدة متدمرة بالكامل وجثث الموظفين بكل مكان. بلفت انتباه أندروس بصمة إيد كبيرة على الحيط وبتعرف إنها مش لكونغ، يعني في وحش ثاني هو اللي عمل هيك. بنفس الوقت كونغ بيرجع على بيته وبلاقي دم وحش غريب، فبمسك فاسه وبنزل يستكشف منطقة أول مرة بروح عليها، وهناك بتفاجأ بوجود قرد صغير اسمه سوكو. فجأة مجموعة غوريلات ثانية بتهجم على كونغ وبكتفوه، بس كونغ بكون أقوى منهم وبخلص عليهم كلهم. كونغ بيمسك سوكو وبيهدده عشان يوصلوا لقبيلة الغوريلات. الفريق اللي مع أندروز طيارتهم تتعطل بسبب إشارات غريبة وبتسحبهم للجهة الثانية. بيطلعوا من الطيارة عشان يستكشفوا، وفجأة وحش متخبي ببلع الطيار ميكيل مرة واحدة، وهم بهربوا جيا بتلاقي آثار لحضارة شعبها وبتكتشف إنه قبيلتها كانت عايشة هون زمان. وبيلاقوا معبد سري وبيفتحوا بوابة بتوديهم على مصدر الإشارات، وهو عالم مخفي جوا جوف الأرض. بنرجع لكونغ وبنكتشف إنه سوكو كان بيضحك عليه وبده يوقعه بفخ مع ثعبان عملاق. كونغ بتقاتل مع الثعبان وبخلص عليه، وبعدها بيمسك سوكو بحكي له وديني للقبيلة وإلا رح أخلص عليه. سوكو بخاف وبقرر يوصله للمكان الصح. بعدها منشوف كونغ وهو باكل من لحم الثعبان وبعطي قطعة لسوكو، وسوكو بيستغرب من طيبة كونغ وببلش خوفه منه يل. بهالوقت جودزيلا بوصل للقطب الشمالي وبتقاتل مع وحش اسمه تيمات عشان يمتص الطاقة الكهرومغناطيسية الهائلة الموجودة بمخبأه ويزيد قوته. جودزيلا بخلص على تيمات وببلش يمتص الطاقة. الفريق بوصل للعالم السري وهناك بيلاقوا قبيلة إيواي، قبيلة جيا. القبيلة بتتواصل بالتخاطر وهم اللي بعتوا الإشارات عشان بدهم جيا ترجع تعيش معهم. قائدة القبيلة بتورجي أندروس نقوش على الحيط بتحكي قصة قديمة. زمان الوحوش والبشر كانوا عايشين بسلام والغوريلات كانت تحمي البشر، بس ظهر غوريلا شرير اسمه سكار كينج كان مهووس بغزو سطح الأرض. جودزيلا حاربه وهزمه وسجنه هو وقبيلته بمنطقة نارية بجوف الأرض، والمشكلة إنه سكار كينج لسه عايش وبشكل تهديد كبير. كونغ وسوكو
سوكو بوصل للمنطقة النارية وبشوفوا عشرات الغوريلات شغالين زي العبيد عند سكار كينج. كونغ بيتدخل عشان يدافع عن جريد، وهون بيظهر سكار كينج بيقرب من كونغ وبشوف سنه الحديد وبصير يضحك عليه. سكار بكون رايح لعند سوكو عشان يخلص عليه لأنه جاب واحد غريب على القبيلة، فوالده بيدافع عنه بس سكار بيمسكه وبرميه على النار. كونغ بيصرخ على سكار فبتبلش بينهم المعركة، وسكار بهجم على كونغ بسلاحه اللي بيكون بنهايته كريستالة وبيبين إنه سكار قوي. بلف السلسلة على رقبة كونغ وبكون رح يخلص عليه، بس كونغ بيقدر يلفه على الجهة الثانية. بكون القرود هيتدخلوا بس سكار بيمنحهم وبستدعي وحش بالكريستالة واللي بيكون اسمه شيمو، بيكون شبه جودزيلا بس بيكون بيطلع شعاع جليدي، وسكار بيكون بيتحكم بشيمو عن طريق الكريستالة. شيمو بيطلع الشعاع على كونغ بيحاول يتصداله بالفاس بس ايده بتتجمد. سوكو بيحاول انه يساعد كونغ وبيدله على مكان يهرب منه. كونغ بيقدر انه يهرب بس بنسى فاسه مع سكار. سكار بأمر القرود يلحقوا ورا كونغ. القرود بتقدر انها توصل لكونغ وبيحصروه، وكونغ بيكون تعبان بسبب الإصابة اللي في ايده، والقرود بتنتبه للفخ وبيقدروا انهم يعدوه وبكونوا خلاص راح يهجموا على كونغ. بس فجأة الفخ بيشتغل وبوقع عليهم الصخور وبموتوا، وبطلع انه سوكو هو اللي ساعد كونغ، بس بطلع انه في قرد عايش وبيلحق ورا سوكو وكونغ وبعرف مكان قبيلة إيواي، وبروح لسكار وبحكي له عن كل اللي شافه وبحكي له انه في هناك بوابات بتودي لسطح الأرض. فسكار بس يسمع هيك بيتحرك هو والقرود وشيمو. بعدها بنرجع لأندروس واللي بتكون بتقرأ قصة شيمو وبتعرف إنه وحش مش شرير، بس سكار قدر يتحكم فيه بالكريستالة، وجودزيلا بشحن طاقته عشان يحارب شيمو وسكار. أندروس كمان بتقرأ إنه قبيلة إيواي مؤمنة إنه في شخص رح يظهر آخر الزمان ورح يصحي ملكة النصرة ملكة الوحوش، واللي بتكون حليفة جودزيلا، واللي رح يصحيها شخص من جزيرة الجمجمة. فبتفهم أندروس إنه قصدهم عن جيا. بعدها بنرجع لجودزيلا واللي قدر يشحن الطاقة كاملة وبكون صار أقوى بكثير. بعدها بنشوف ترابر وهو بفحص بإيد كونغ وبعرف إنه إصابته خطيرة. ترابر بيتذكر إنه شركة مونراك صنعت ذراع آلية لكونغ، فبيروح بجيبها وبركبها على ذراعه المصابة. كونغ بتعافى وإيده بتصير أقوى. جيا بتقنع كونغ إنه محتاج مساعدة جودزيلا، فكونغ بيطلع عبر بوابة لسطح الأرض وتحديدا عند الأهرامات بمصر، وبصرخ بصوت عالي عشان جودزيلا يحس فيه. جودزيلا بفكر إنه كونغ بيتحدى فبروح له هو معصب وبيبلش يتقاتل معاه. جودزيلا كان رح يخلص على كونغ بس فجأة بوصل وحش النصرة وبيتوقف جودزيلا وبتفهموا القصة، وهيك بتحالفوا الثلاثة مع بعض، جودزيلا وكونغ وملكة النصرة. قبيلة إيواي بترمي سائل أحمر جوات المي عشان يقدروا يسكروا البوابات قبل ما يصل سكار وشيمو، بس بنفس اللحظة بوصل سكار وبيخلي شيمو يجمد وحدة من البوابات قبل لا تسكر. الترابر بيقدر يجيب الطيور اللي فيها كهرباء وبتهجم على سكار والقرود اللي معه، وجودزيلا وكونغ بوصلوا وبتبلش المعركة الملحمية. جودزيلا ضد شيمو وسكار ضد كونغ. الجاذبية بتتعطل فبطيروا الوحوش بالجو وبيكملوا القتال. شيمو كان رح يجمد جودزيلا بس نصرة بتتدخل وبتقدر إنها تلحقه. الجاذبية بترجع والوحوش بيكونوا قريبين من بوابة فبدخلوها والمعركة بتنتقل لشاطئ البرازيل. الوضع بيكون صعب. سكار وشيمو بتعاونوا على كونغ. سوكو بيقدر يلاقي الفاس تبع كونغ وبدخل البوابة ليوصل له إياه. جودزيلا بيقدر إنه يهجم على سكار وبمسكه من السلسلة تاعته وبرميه لبعيد، وبيقدر إنه يدمر السلسلة بس الكريستال بتطير لبعيد، وكونغ بشوف الكريستال وبيحاول إنه يروح ياخدها بس سكار بيقدر إنه يهجم عليه. باللحظة هاي بوصل سوكو وبيقدر إنه يدمر الكريستال بالفاس اللي معه وبصير انفجار كبير، وهيك شيمو بكون قدر إنه يتحرر من سكار. فسكار بعصب وبروح ليهجم على سوكو بس كونغ بهجم عليه وبضربه وبروح برميه لجودزيلا وجودزيلا بترميه بذيلها، فكونغ بيمسكه وبرفعه لفوق، وشيمو بنتقم من سكار بهجم عليه بالشعاع وبجمده كامل، فكونغ بيمسكه وبرميه على الأرض وبدمره كامل وبصرخ صرخة الانتصار، وجودزيلا بطلق شعاعه بالسما. وجيا بتقرر تظل عايشة مع أندروس، وملكة النصرة بتصلح الحاجز اللي بيحمي قبيلة إيواي، وجودزيلا بيرجع على إيطاليا وبينام بسلام. أما كونغ فبيرجع مع سوكو وشيمو لقبيلة الغوريلات وبصير هو الملك الجديد لجوف الأرض. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.